وإلى فقرة استوقفتني كثيرا. يحكى أن جيشا أراد أن يدخل مدينة، فوقف عند أطرافها وأرسل عيونه تستقصي عن أخبارها، فوجدوا شيخا كبيرا يحتطب الحطب ويرافقه فتى صغير. قالوا له: أخبرنا عن بلدك، وكم عدد جيشكم، وكيف نستطيع أن ندخلها، وما هي منافذها؟ فقال لهم: سأخبركم، لكن بشرط أن تقتلوا هذا الشاب قبل أن أقول لكم أي شيء، لكي لا يكون شاهد على ما سأقوله لكم. فقالوا: لك ذلك. فأخذ أحدهم السيف وقطع عنقه، والشيخ العجوز ينظر إلى الأرض وهي تشرب روح الفتى. فقال لهم: أتدرون من هذا الذي جعلتكم تقتلوه؟ قالوا: أنت أعلم منا بذلك. قال: هذا ولدي، خشيت أن تقتلوني أمامه فتنتزعون منه ما تشاءون من القول، ففضلت أن يقتل على أن ينطق بحرف واحد يساعدكم في غزو بلدي. تركه الجنود وهو يحتضن جثة ولده، وعادوا إلى الملك وأخبروه بالقصة. فقال الملك: أعيدوا الجيش وانسحبوا من هناك، فبلدة يضحي بها الآباء بالأبناء لأجلها لن نستطيع غزوها، وإن غزوناها فلن ننتصر. رباط استيقافنا: أين هؤلاء الساسة اليوم الذين ساعدوا الجيوش على غزو بلدهم وافتخروا أنهم جاءوا مع المحتل؟ أين هم من هذا الشيخ الحطاب الذي قتل ابنه من أجل بلده؟ مع السلامة.